كلنا عارفين أهمية إن يبقى عندك أداء ممتاز على جهازك، ومن الطرق اللي بندور عليها هي تحميل نسخ معدلة من ويندوز أو برامج تحسين الأداء. بس اللي هقوله النهاردة هيغير رأيكم تماما. تعالوا نتكلم عن نسخ نظام التشغيل المعدلة زي جوست سبكتر وأتلس أو إس وتاني 11 وغيرهم. الأنظمة دي بتحسن أداء جهازك لو ضعيف، وهتحسن تجربة الألعاب أو أي حاجة بتعملها على الجهاز. بس في معلومة صغيرة كده عرفتها قريب، وهي إن الأنظمة دي ممكن تكون متحمل عليها مصايب وأنت مش واخد بالك. واختارهم حاجة اسمها كي لوجر، وبحاجة تانية بتعمل تعديل على الجهاز. الكي لوجر ده بيلقط اللي أنت تكتبه كله ويبعته للمكان اللي الشخص اللي حمل لك الكي لوجر ده المكان اللي هو عايزه. يعني اي حاجه انت تكتبها سواء باسورد او مثلا بتدفع على حاجه فبتحط بيانات الكارت او اي حاجه، كل ده بيتسجل وبيوصل للشخص. فطبعا اكونتك ممكن تتسرق وبيانات الدفع كلها ممكن تتسرق. اخدت بالك من المصيبه؟ في العموم مش هتلاقي حد بيشتكي من الانظمه دي، بس حرفيا انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يكون الشخص اللي عمل النظام ده حاطه، بالذات لو من مكان غير موثوق. فنصيحتي ليك اوعى تحمل الانظمه دي خالص. تعال بقى ندخل في موضوع تاني، هو برامج تحسين الاداء. البرامج دي بتساعد في الاداء بتحسنه، بس برضه في مصيبه تانية، ان البرامج دي ساعات بتلعب في اعدادات خطيره للجهاز، وانت طبعا مش هتعرف ايه الاعدادات دي، وممكن جهازك يحصل له مشكله ويبوظ. ده غير ان المشاكل اللي قلنا عليها في انظمه التشغيل المعدله ممكن كمان تنطبق على برامج تحسين الاداء لو جايبها من مكان غير موثوق، او لو البرنامج نفسه اصلا غير موثوق. خلاص الموضوع ان البرامج دي ممكن تشتغل ومش هتبوظ حاجه في اغلب الوقت، ولو البرنامج موثوق فمش هياخد من بياناتك حاجه، بس لازال في ريسك ان ممكن تحصل مشكله من تعديل الاعدادات. عشان كده يفضل تبعدوا خالص عن البرامج دي، ولو فكرتوا تحملوها ما تدفعوش اي فلوس نهائي. وبكرر تاني، الريسك موجود. لو هتحمل حاجه زي دي تحملها على مسؤوليتك الشخصيه. طب دلوقتي هيجيلك سؤال، طب ايه البديل لكل ده؟ هقولك ان البديل هو انك تظبط النظام بنفسك. يعني هنعمل ايه بالظبط؟ يعني اول حاجه هنحمل نسخه ويندوز جديده خالص، نحملها من موقع مايكروسوفت طبعا، مش هنحمل من حته تانية خالص، وهحط لكم لينك الطريقه في الديسكربشن. بعدها هتحملوا برنامج ريفو اون انستولر اللي اتكلمت عنه في فيديو تحسين الاداء، وتبداوا تمسحوا البرامج اللي ملهاش لازمه عندكم في الجهاز حسب اختياركم، وهحط لكم لسته بالبرامج دي في الديسكربشن. ويتبقى بس انكم تعملوا كام خطوه كده صغيره، ودي هتلاقوها في الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو الجاي.